في العصافرة شارع 30 عند عم عبده محل صغير بسيط بيعمل أكل جامد وشغله كله لحمة بلدي، وقررنا نروح ندعمه. والأسعار عنده ما تتصدقش، مكرونات وبيتزا ولحوم بلدي وعروض ووجبات جامدة جدا. سيخ الكفتة البلدي وهو بيتصبع وينزل على شواية الفحم، ولا شرايح اللحمة بقى بتتبيلة عم عبده الخاصة وبتاخد اللون وريحتها على الفحم تجو، وينزل عليها بالحباش المميز بيه مشويات من الآخر. ويحط الكفتة في سندوتش العيش البلدي ويحطه على الشواية، ويطلع بالجمال ده مع السلطة والطحينة آخر جمال. ونيجي بقى لمكونات الوجبة، وينزل بالزبدة على النار معاه الصدوق البلدي ويشوح يا شيفنا، وينزل عليها بالبسطرمة ويشوحهم مع بعض نار يا حبيبي نار. وينزل بخلطة البشاميل والتوابل وقلب يا معلم، وينزل عليهم بالمكرونة الموزاريلا الطبيعي، ودي جبنة بيورو جودتها عالية ومبقاش في مطاعم كتير بتستخدمها. وينزل بقى بالمكونات في الطبق، وبعدها ينزل عليها بالموزاريلا. وها قد اكتملت الوجبة من 3 شرايح لحمة ومكرونة مشكل لحوم وشيبسي وسلطة وطحينة ومخلل وعيش. والوجبات عند عم عبده بتبدأ من 75 جنيه. والبيتزا عنده في حتة تانية خالص، عجينة ايطالي مع الصلصة والخضار والبسطرمة مع التوابل، مكوناتها وشكلها نضيف جدا. وينزل عليها بالجبنة موزاريلا وعليها من فوق بالخضار والزيتون، ويقطع البيتزا وتطلع بالجمدان ده وروعة الروعة. نبدأ ندوق بقى الأكل، وتدخل نصر على الوجبة، والمكرونة حلوة والجبنة طعمها جامد قوي والطبق مخدوم وكويس. شريحة اللحمة بقى في الطحينة لا جامدة قوي قوي، طعم اللحمة باين اللي هي بلدي. ودخل مصطفى على البيتزا حلوه ومخدومه، وطعم العجينه جامد قوي وخفيفه، بس الزيتون كان مالح سنه. ودخلت على سندوتش الكفته البلدي روعه الروعه، اللحوم عندهم طعمها جامد قوي وطعم اللحمه حلو جدا. والراجل نزل لنا سندوتش بصدور الفراخ المشويه، وكان 10 على 10 مفيش كومنت. عم عبده يستاهل الدعم وخالف كل توقعاتنا، واتفاجئنا بجودة أكل عالية غير متوقعة بسعر كويس جدا، ويستحق إنكم تجربوه. تابعونا لأن الفترة الجاية هندعم مطاعم كتير تستحق تظهر وتعرف زي عم عبده اللي كانت تجربة رائعة، ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جيه.